اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حبايب قلبي وعشتوني خالص والله. عاملين ايه؟ النهاردة بقى ايه هنعمل لكم طريقة البسبوسة. سهلة وبسيطة جدا الطريقة العادية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين معايا كده حطيت، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حطيت كوبايتين من المج العادي سكر، وحطيت 3 كوبايات برضو من نفس الماء، الماء بتاع الشاي. حطيت 3 كوبايات مية، وعصرة ليمونة، وظرفين فانيليا، الفانيليا العادية برضو. زي ما انتوا شايفين هنقلب المية مع السكر، يبقى كوبايتين سكر و3 كوبايات مية، وهنقلبهم مع بعض، وظرفين فانيليا، ونحطهم على النار لمدة 8 او 10 دقايق كده، لغاية ايه ما يكونوا مظبوطين ان شاء الله معانا. وهنبدأ بقى نعمل ايه البسبوسة بتاعتنا. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين يا حبايب قلبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني جدا. انا اسفة والله عشان ما بطول عليكم في الفيديوهات، بس غصبا عني ظروف. عايزاكم تصلوا على سيدنا محمد كتير في الكومنتات، وتكتبوا لي كومنت حلو. يلا يا حبيب قلبي، زي ما انتوا شايفين دهنت الصينية بتاعت البسبوسة سمنة، وهركنها. ونعمل بقى ايه عندنا كيس البسبوسة اللي هو الجاهز، هنفضيه في اي حاجة عندك. زي ما انت شايفة كده انا فضيته في الصينية، وهنحط كوباية سمنة وعلبتين زبادي، وشوية ومعلقة بيكنج باودر. اسفة يا حبايبي، زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم يا رب. الطريقة العادية السهلة جدا بتاعتنا، اعملي حاجة حلوة سهلة وبسيطة ان شاء الله، وتطلع مظبوطة بمقادير بسيطة جدا. زي ما انت شايفة كده انا فضيت اللي هي علبة كوباية السمنة على الكيس البسبوسة اللي احنا فكناه مع بعض. هنقلب بقى بالمعلقة علشان ما تتكسرش معانا، والبسبوسة ما بتاخدش ايه تقليب كتير. زي ما انتوا شايفين كده. كوبايتين زبادي البلد العادي بتاعنا، على كوباية سمنة، على كيس البسبوسة، ونقلب تقليبة بسيطة جدا. هنحط نص كوباية مية، لو عندك حليب ماشي عادي ما يضرش. هنقلب تقليبة مظبوطة. زي ما انتوا شايفين قوامها، انا عايزاه قوامها يكون خفيف كده علشان ما تنشفش معايا في الفرن. تمام يا حبيب قلبي. لو انت الفرن بتاعك مظبوط عادي هتتحكمي في السمك بتاعها. انا عايزاها كده علشان ما تنشفش مني. زي ما انتوا شايفين هنفضي بقى الكيس هنفضي البسبوسة بتاعتنا كلها. بسم الله ما شاء الله. جربوها وان شاء الله هتطلع مظبوطة معاكم. تمام. خلاص كده هنفضيها واكون مشغلة الفرن من قبلها علشان الفرن يسخن معانا كويس. تمام يا حبايب قلبي، ما تسرحوش، نصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. شرفتوني ونورتوني يا حبايب قلبي اللي اشتركوا في القناة. اهلا بكم في قناتنا الصغيرة المتواضعة. تمام يا حبايب قلبي، خلاص كده خلصنا. اي حاجة عندك للتزيين عادي زينيها، مفيش خلاص براحتك. انا كان عندي سوداني هزينها بيه. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما شاء الله. ربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب، وبالهنا والشفا على قلبكم. خلاص كده زينها بالسوداني زي ما انتوا شايفين، وهندخلها الفرن اللي انتوا مسخنينه من الاول، كنت مسخناه من الاول زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيبي يا رسول الله. مش هتاخد بقى في الفرن وقت من 10 دقايق، تلت ساعة يعني، مش اكتر ان شاء الله، لو الفرن بتاعك يعني سخن.
وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي، زي ما انتوا شايفين كده. تمام، بسم الله ما شاء الله. ايه رأيكم؟ خلاص كده كنت طلعتها من الفرن، شغلت عليها الشوايه برضو عشان تاخد لون من فوق زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. هحط السيرم بتاعها، كان لسه سخن، هي كانت لسه طالعه سخنه والسيرم كان برد. هتشرب البسبوسه لما تكون ناجحه معاكي بتشرب السيرم بتاعها كله، وتسيبيها بقى ما تقطعهاش على طول. بس انا قطعتها عشان التصوير زي ما انتوا شايفين كده. سيبيها نص ساعه او ساعه. دلوقتي ايه، انا قطعتها معاكم على طول عشان ايه اوريها لكم. ايه رأيكم في الجمال ده؟ ما كانتش لسه شربت السيرم بتاعها، كان طعمها جميل جدا. بسم الله ما شاء الله. جربوها وان شاء الله ايه تطلع احسن من كده بكتير. بالهنا والشفا على قلبكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. صلوا على سيدنا محمد، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. يا رب الفيديو يعجبكم النهاردة. مع الف سلامة يا حبايبي، مع الف سلامة. سلامة الله.